من قريب كده وأنا قاعد كنت بفكر إنه تفكيري في التفكير في 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 تفكيري في التفكير شيء متعب. وبما اني بقالي فترة كبيرة بعاني من ده يوميا، قررت اني هبحث او هعمل ريسيرش عشان الاقي اجابة لسؤال: ليه بنفكر اننا بنفكر؟ مش مهم انت عندك كام سنة، مش مهم انت فاهم الجملة دي ولا لأ، لان انا هبسط كل الموضوع على قد ما هقدر. خلينا نبدأ بالجملة الغريبة اللي انا عمال اقولها دي: التفكير في التفكير. عشان نفهم الجملة دي واحدة واحدة محتاجين نرجع للمصطلح الأصلي ليها. موضوعنا كله بيتلخص في مصطلح في علم النفس المعرفي اسمه ميتاكوجنيشن. الميتاكوجنيشن ده بكل اختصار تقدر تقول عليه وضع المراقبة أو السبكتيتور مود، بالظبط زي لما بتلعب فورتنايت أو فالورانت، وأول لما بتخسر بتبدأ تراقب الشخص اللي معاك في الفريق أو الشخص اللي قتلك. أيوة، وضع المراقبة ده هو الميتاكوجنيشن، ولكن باختلاف واحد بسيط: إن الميتاكوجنيشن هو وضع مراقبة أنت فيه بتراقب نفسك، بتراقب أفعالك، بتراقب تصرفاتك، بتراقب أدائك عامل إزاي في أيا كان الفعل اللي بتعمله، حتى لو كان الفعل ده مجرد تفكير. الميتاكوجنيشن بتخليك تراقب عملية تفكيرك شغالة إزاي. بكلمات أخرى، أنت بتفكر في التفكير. في الحقيقة بعد كل اللي قلته ده مفيش حاجة تستدعي القلق. الميتاكوجنيشن مش خلل أو مرض ممكن يصيبك، بل هي قدرة أو أداة موجودة بقدر ما عندنا كلنا كبشر. طريقة مذاكرتك اللي انت فاهمها كويس وعارف ان هي الطريقة اللي بتجيب معاك وبتفهمك، انت توصلت لها عن طريق مراقبتك لعملية تفكيرك، فعمليا انت توصلت ليها عن طريق الميتاكوجنيشن. الطريقة اللي صاحبك بيتصرف بيها في الجامعة لما موسم التزاوج بيجي، أو بين قوسين شلة بنات بتعدي، هي محاولة منه للتصرف بشكل روش. حتى المحاولة دي مبنية على استخدام الميتاكوجنيشن. بيراقب تصرفاته بعناية وبيختار الطريقة اللي بيتصرف بيها قدامهم، الطريقة اللي بتقيم بيها أي حاجة أنت عملتها أو اشتغلت عليها تندرج تحت الميتاكوجنيشن. زي لما أخلص الفيديو ده وأتفرج عليه قبل ما ينزل، أنا كده هبقى بتفرج وبقيم شغلي ده في المجمل من منظور خارجي، هيبقى كويس ولا لأ. ولو قعدنا من هنا للصبح هقولك على أمثلة أكتر وأكتر على استخدامنا لقدرة أو أداة الميتاكوجنيشن في حياتنا اليومية. المشكلة مش في الميتاكوجنيشن، المشكلة في الغلط أو الخلل اللي ممكن يحصل عند بعض الناس في الميتاكوجنيشن. بس المشكلة انه حتى وانا بفكر في الاوفر ثينكينج باوفر ثينك في الاوفر ثينكينج لحد ما استوعب اني باوفر ثينك في الاوفر ثينكينج، والاستيعاب ده بيولد مرحلة جديدة من الاوفر ثينكينج. أنا بتجنن. أغلب الإحصائيات اللي اتعملت بخصوص الموضوع ده بتشير لأنه في ارتباط بين الشخص اللي بيفكر كتير وبين الخلل أو الإفراط اللي بيحصل في الميتاكوجنيشن. يعني لو أنت شخص بيفكر بزيادة، أنت عرضة أكبر لأنك توصل لحاجات مع الميتاكوجنيشن محدش يتمنى يوصل لها. هايبر فيجيلانس، اليقظة المفرطة، اكسسيف سيلف مونيتورنج، المراقبة الذاتية المفرطة، كوجنيتيف اوفر مونيتورنج، المراقبة الإدراكية المفرطة. كل اللي قلناه ده مراحل غير صحية من الميتاكوجنيشن، والشخص الأكتر عرضة إنه يوصل لها هو الشخص اللي بيفكر كتير. للناس اللي بتتفرج لغاية اللحظة دي ومش فاهمة إنه إيه المشكلة يعني، أو
الحوار يعني إيه كل الحوار ده يعني؟ تعال أعرفك على راجل طيب يدعى جورج همفري. الراجل ده طبخ، الراجل ده قدم لنا ماستر بيس، تحفة فنية بخصوص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده. والتحفة الفنية دي هي همفريز لا، قانون همفري. بيقولك مرة سنتبيد، حوريش 44 كانت ماشية عادي جدا لحد لما في ضفدعة سألتها: هو انتي بتحركي انهي رجل الأول؟ فبدأت تفكر في الموضوع لحد ما جالها ارتباك وما بقتش عارفة تمشي. الراجل ده بالمعنى الحرفي عبقري. القانون بتاعه ده بينص على ان الأداء الواعي لعملية بقت تلقائية زي التنفس مثلا بيؤدي إلى ارتباك العملية أو إعاقتها. مثال كمان على القانون ده، انت ممكن تبقى بتعزف على البيانو ويحصل عندك خلل أو إفراط في الميتاكوجنيشن وتبدأ تجيب العيد زي ما اخواتنا السعوديين بيقولوا. فبس هي دي المشكلة بكل بساطة، للي ما كانش فاهم ايه المشكلة من شوية. مشكلة انه احنا مش عارفين نعيش. عشان كده انا قررت اني هعمل الريسيرش ده عشان نتوصل لإجابة نموذجية لسؤال صعب جدا: ليه بنفكر اننا بنفكر؟ والإجابة هي عشان احنا بنفكر كتير.